السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم الشخص المحروق ورؤية المرأة والطفل المحروق في المنام. رؤية شخص محروق في المنام بيدل على تعرضه للخسارة في الأموال والأرزاق. من رأى شخص محروق بالوجه في المنام بيدل على النقص في الشأن. رؤية شخص محروق اليدين في المنام بيدل على سوء كسبه. أما إذا رأيت شخص محروق القدم في الحلم بيدل على فساد سعيه. من رأى شخص يعرفه محروق في المنام بيدل على ارتكاب المعاصي والخطايا. رؤية شخص لا تعرفه محروق في الحلم بيدل على وجوب الحذر من الآخرين. رؤية الأب محروق في الحلم بيدل على ذهاب العز والنقص في المكانة بين الناس. وبتشير رؤية أخيك محروق في المنام على النقص في القوة والسند. رؤية شخص ميت محروق في المنام بيدل على حاجته للدعاء والاستغفار. أما من رأى شخص يموت محروق في الحلم بيدل على ابتعاده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. رؤية امرأة محروقة في المنام بتدل على الانغماس بالفتن والرذائل. من رأى امرأة محروقة الوجه في الحلم بيدل على الفساد في الأخلاق. رؤية امرأة محروقة الجسم في المنام بتدل على ارتكاب الفواحش. أما إذا رأيت امرأة محروقة الشعر في الحلم بيدل على ذهاب الستر والحياء. من رأى امرأة يعرفها محروقة في المنام بيدل على سمعتها السيئة بين الناس. رؤية امرأة لا تعرفها محروقة في الحلم بتدل على سوء الأعمال والنية. رؤية امرأة ميتة محروقة في المنام بتدل على الانشغال عن الطاعة. من رأى امرأة عجوز محروقة في الحلم بيدل على سعيه خلف المحرمات. رؤية طفل محروق في المنام بتدل على خبث الأعداء وفسادهم. من رأى طفل رضيع محروق في الحلم بيدل على الدخول بمشاريع أو تجارة مشبوهة. رؤية طفل جميل محروق في المنام بيدل على فساد أمر يسعى به الرائي. أما إذا رأيت طفل محروق جسمه في الحلم بيدل على الهموم والضيق. من رأى أنه يحرق يد طفل في المنام بيدل على القسوة في التأديب. رؤية حرق وجه الطفل في الحلم بيدل على الحزن والغم في الحياة. رؤية الابن محروق في الحلم بيدل على ضرر يصيبه يجلب الهم للرائي. أما من رأى أنه يحرق ابنته في الحلم بيدل على الجحود بالنعم والنقص في الإيمان. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.